عمرك فكرت إن ممكن تغير حياتك بالكامل لو ركزت على 7 عادات بس؟ عادات لو طبقتها مش بس هتساعدك تبقى أكتر إنتاجية، لكن كمان هتخليك تعيش حياة متوازنة وسعيدة. في الفيديو دوت هنستعرض مع بعض ملخص كتاب العادات ال7 للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي، اللي غير حياة ملايين من الأشخاص حوالين العالم، ومستنيك تغير حياتك أنت كمان. فعشان ما أطولش عليكم في ملخص الكتاب، يلا بينا نبدأ على طول. رقم 1: كن مبادرا. العادة الأولى بتقولك ما تستناش الأحداث هي اللي تتحكم فيك، ولكن اتحكم انت فيها، يعني تكون انت مسؤول عن قراراتك وأفعالك. المبدأ دوت بيركز على فكرة انك دايما عندك حرية الاختيار، فحتى ولو الظروف اللي حواليك صعبة، ولو حصلت مشكلة، فبدل ما تلوم الظروف أو الناس، فكر انا ممكن اعمل ايه علشان اعرف احل المشكله اللي انا فيها دلوقتي. وخليني اقول لك مثال عشان نجرب الموضوع اكتر. لو حسيت ان شغلك ممل، فبدل ما تشتكي، فكر ازاي انك تقدر تطور نفسك او تدور على حاجه انت بتحبها اكتر وتقدر تبذل فيها مجهود وتزود الانتاجيه بتاعتك فيها. رقم 2: ابدا والغايه في ذهنك. فقبل ما تبدا اي حاجه لازم تسال نفسك ايه الهدف النهائي. يعني لو انا هشتغل على مشروع او حتى حياتك الشخصيه، فكر دايما في الصوره الكبيره. يعني لو عرفت هدفك من البدايه، كل قراراتك هتكون اوضح وهتركز على اللي هيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. وبرضه خلينا نقول مثل عشان يوضح اكتر. تخيل انك بتبني بيت، مستحيل انك تبدا من غير ما يكون عندك خطه او تصور لشكل البيت النهائي. فهتبدا انك تبني البيت على خلال الصوره اللي انت راسمها في ذهنك للشكل النهائي للبيت. فابدا والصوره النهائيه في ذهنك. رقم 3: ضع الاهم اولا. العاده ديت بتعلمك حاجه بسيطه جدا لكنها عبقريه، انك ترتب اولوياتك. مفيش وقت في حياتنا يكفي لكل حاجه، فانت محتاج بس انك تركز على الحاجات المهمه فعلا. فاسال نفسك ايه هي الحاجات لو انا عملتها دلوقتي هتفرق معايا قدام. فكرت؟ فلو مثلا فكرنا ان انت ما تضيعش وقتك على حاجات بسيطه زي انك تتصفح السوشيال ميديا طوال الوقت، وتركز بس على تحسين مهاراتك او حل المشاكل الاكبر اللي عندك، ديت بتحط انت في ضمن الاولويات بتاعتك، وهتلاقي روحك بتنجز حاجات كتيره جدا. رقم 4: فكر بطريقه ان الكل يكسب. مش لازم الدنيا تبقى يا نكسب يا انت تخسر. العاده ديت بتقول لك انك تفكر في حلول تخلي اللي حواليك كلهم يكسبوا، يعني حلول تكسب فيها انت والطرف الثاني. فده اللي بيخلق علاقات اقوى واطول، سواء في الشغل او في حتى في حياتك اليوميه. ولو قلنا مثل عشان نوضح، لو انت مثلا بتتفاوض على حاجه، حاول انك تلاقي حل وسط يرضي الطرفين بدل ما تبقى اناني وتركز على نفسك بس. صدقني ده هيفرق في حياتك قدام. رقم 5: اسعى لفهم الاخرين اولا، ثم انك تسعى لتفهيمهم. يعني بصراحه كلنا بنحب ان احنا نتكلم ونشرح وجهه نظرنا، لكن هتلاقي قليل جدا اللي بيقف وبيسمع بتركيز للطرف الثاني. فستيفن كوفي بيقول لك اسمع الاول، افهم مشاعر الشخص اللي قدامك وافهم موقفه قبل ما ترد عليه او تحاول انك تقنعه. فمثلا لو في خلاف مع صاحبك، حاول انك تساله ليه متضايق، وافهم وجهة نظره الاول قبل ما تدافع عن نفسك، لانك وارد تكون فاهمه غلط. فلما تبدا تسال هتبدا تفهم اكتر والصوره توضح اكتر. رقم 6: التكاتف. القوه دايما في التعاون، فلما الناس تشتغل مع بعض وتستخدم مهاراتهم المختلفه، النتيجه بتكون اقوى بكتير. فاستغل التنوع اللي حواليك بدل ما تشوفه عقبه. ففي مثل حلو في الموضوع ده: في فريق شغل، بدل ما الكل بيحاول ان هو يعمل كل حاجه لوحده، وزع المهام ديت على حسب المهارات. هتلاقي الانتاجيه زادت كتير جدا، لان كل واحد عارف هو بيعرف يعمل ايه كويس، وهتلاقيه منتج فيها اسرع واقوى. رقم 7: اشحذ المنشار. العاده ديت اهم عاده للحفاظ على نفسك. فستيفن كوفي بيقول لك انك لازم تطور نفسك باستمرار في 4 جوانب: الجسد، العقل، الروح، والعلاقات. فلازم تهتم بنفسك علشان تقدر تكمل وتدي افضل ما عندك. وفي فكره حلوه: خد وقتك للرياضة أو القراءة، الصلاة أو التأمل، أو إنك تقضي وقت مع أهلك وأصحابك. الحاجات ديت بتجدد الطاقة جواك وبتساعدك إنك تكمل بقوة. فدول كان 7 عادات لكتاب ستيفن كوفي، العادات الأكثر فعالية. وأنا كده خلصت ملخص الكتاب اللي علمنا إزاي نعيش حياة متوازنة وفعالة. فلو عجبتك الأفكار ديت، ابدأ طبق عادة واحدة النهاردة وشوف الفرق بنفسك. وكالعادة ما تنساش إنك تقول لنا في الكومنتات إيه هي أكتر عادة حاسس إن هي مناسبة ليك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش إنك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وشيرها علشان غيرك يستفيد. ولو عندك اي تساؤل او اي احتياج، هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو لينكات التواصل بتاعتنا. ما تترددش انك تكلمنا في اي وقت. سلام.